السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو او حسب ما انا هنزله يعني. هاخدكم معايا النهارده في تجربة حلوة قوي جميلة جدا، بس حصلت كارثة في الاخر، مش كارثة واحدة، كوارث الحقيقة. جوزة الهند طبعا كلنا عارفينها، بتتباع عند بتوع النعناع وبتوع الدوم اللي بيبقوا واقفين كده في الشوارع بالعربيات. انا جبت واحدة بقى وقلت يلا بينا نعملها، كمان بقالي ولادي بقالهم فترة كبيرة جدا، كنت اخر مرة جايبها لهم من وهو صغيرين، وافتكرت ان هم يعني انا بسألهم قالوا لي ما نعرفهاش يا ماما. قلت لا ما يعرفوهاش يبقى لازم نجيبها ونوريها لهم. طبعا عملت معايا كوارث 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 بمعنى الكلمه. اول كارثه هنشوفها دلوقتي مع بعض اللي عملته معايا جوز الهندي دي، رغم ان انا بحبها جدا. يلا بينا يا امجد نكسرها. طبعا جبت بقى الصينيه الالمونيا عشان ما تكسرليش اي صينيه تانية عندي، وحطيتها على الطقطوقه بتاعتي الجميله الحلوه اللي انا بحبها جدا، وجبت السكينه وجبت الشاكوش، ويلا بينا. جه امجد يحط السكينه عشان يكسرها او مثلا يفتح كده ببوز السكينه. اول كارثه عملتها لي السكينه، كسرت لي بوز السكينه، كسرت بوز السكينه الحديد. مش عارفه بصراحه جوز الهند دي كانت مالها الحقيقه. طبعا السكينه انا بحبها جدا وزعلت، قلت خلاص مش مشكله في 60 داهيه، يلا خير، المهم ان احنا نوصل لجوز الهند ونوصل لايه، للبن اللي جواها او الميه حسب ما بيسموه. فتحنا فتحه كده منها وقلت الحمد لله، يلا يا امجد هانت اهي معانا، هاتي يا بنت المج عشان نطلع ايه الميه اللي فيه. طبعا انا وانا بشتريها قعدت بقى ارجها كده عشان اجيب اكتر واحده فيها ميه. وعلى فكره انا عايزه اقول لكم ان اللي قدامكم صغننه خالص دي ب 30 جنيه، يعني انا واخداها كمان من الراجل ب 30 ومش عاجبه ان انا واخداها ب 30. ما علينا. فتحناها بقى الفتحه اللي انتوا شايفينها دي وعملناها بوز السكينه كده عشان خاطر ايه تقدر تنزل الميه اللي فيها. شايفين بتنزل ميه زي حنفيه يا جدعان، حنفيه. عايزه اقول لكم ان الميه دي بسم الله ما شاء الله بجد، سبحان الخلاق فصنعه يا رب العالمين، مسكره جدا 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 بجد. انا بحبها عشان خاطر الميه اللي فيها دي، وكمان جوز الهند اللي فيها بتبقى طعمها كده مش قادره اقول لكم جميله. مش هقول لكم ان في بعض منها ممكن يبقى ساعات مش مسكر، بيبقى دلع كده ومش مدي اي طعم خالص، بس دي سبحان الله بسم الله ما شاء الله كانت جميله جدا. كانت قرفه رماس حلوه لاني رماس اللي منقياها يعني. ربنا يحميها ويحمي اولادكم يا رب اللهم امين. خلصنا بقى الميه اللي فيها خالص ونزلناها كده، سقطنا كل الميه اللي فيها. طبعا مش عملت لنا حوالي ربع المج، يعني من تحت كده ربع المج يعني، بس كانت طعمها مسكره جدا، ما كانتش كتير بس يعني ايه بالنسبه لحجمها، لان ما كناش لاقيين حجم اكبر من ده. كان كل اللي عند الراجل الحجم الصغير، وطبعا هي مش رخيصه يعني بالنسبه للحجم بتاعها، بس يلا مش مشكله ما بنجيبهاش على طول. كده بقى حاولنا ان احنا ندغدغ ونكسر فيها عشان نطلع طبعا القشره الخارجيه اللي هي زي الحاجه الخشبيه دي اللي بره. نشد ونعمل لحد ما قدرنا ان احنا نوصل نكسرها نصين بالشكل ده. شايفين الانبهار يا جماعه من جوه؟ بسم الله الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك، والله العظيم صنع ربنا فوق كل شيء سبحان الله. شايفين الشهد من جوه عامل ازاي؟ حاجه كده اللهم بارك. طبعا لو في ناس كتير يعني ما تعرفهاش او ما بتجيبهاش، بس هي لا، هي طعمها خرافي. طبعا الجزء البني اللي بره ده هو جزء خشبي عامل زي خشب الشجر بالظبط، خشبي جدا جدا وصعب لانه عور ايديا، واحنا بنحاول ان احنا نفك الجزء اللي من بره عن يعني الكفر اللي بره ده عن القلب بتاعها الداخلي اللي هو قلب جوز الهند اساسا، اللي احنا بنجيبه في رمضان بقى ومع الزبيب والحاجات دي. حاولنا بقى ان احنا نكسر الجزء الخشبي ده، برده ما عرفناش الا طبعا جبنا الشاكوش تاني، استعنا بالشاكوش تاني. وقعدنا بقى ندغدغ ونكسر كده، ما عرفناش الحقيقه. امجد قال لي بس خلاص سيبيها لي انا اللي هقوم بالواجب ده، وقعد يدغدغ ويكسر، كل ما يكسر حته من الجنب يروح واكل. قال لها يا عم واحنا فين يا عم، احنا فين؟ انت عمال تكسر وتاكل انت، احنا فين؟ وخصوصا بعد ما لقى طعمها مسكر. شوف انا بقول له ايه ده، انا فين يعني؟ انت عمال تكسر من الجنب وتاكل، والماس الغلبانه عماله تشيل في شعرها كده تقول لي بس انا هقشرها يا ماما، انا لما اشيل في شعرها كده هتتقشر معايا. طبعا هي ما اتقشرتش كده نهائي، هي كانت ناشفه جدا بسم الله ما شاء الله. الكفر الخارجي بتاعها الخشبي ده لا كان جامد قوي قوي يعني. هقول لكم الكارثه اللي حصلت كمان شويه، متهيألي ممكن تكونوا خدتوا بالكم في اول الفيديو، بس بالنسبه لي كانت كارثه. بس يلا مش مشكله حصل خير. المهم كله في ده ايه، جوز الهند. جبنا بقى الشاكوش ادي 2 3 4 امجد بقى بيكسر، هو اللي بيكسر الحمد لله، هو اللي كان بيكسر مش انا. طبعا لو كنت انا اللي بكسر كانت حصلت مصيبه مصيبه كبيره، وكنت طبعا هتقف على الطلاق بقى، وانت بغدغت البيت وبوظت البيت والكلام ده. لا طبعا مش انا الحمد لله، اهم حاجه ان مش انا اللي عملت الكارثه دي. فجي بقى قلت له ايه، طب هنعمل ايه؟ مش نافع كده لازم نكسرها. طب انا احاول اشد كده، طب اشد كده، طب احاول اطلع كده، اطلع حته صغيره. طبعا ما نفعتش معايا خالص. على بعد ما اخدتها كده ونزلت بيها فين، شوفوا بقى دي الكارثه اللي انا بقول لكم عليها. قال لي الحقي الحقي، شايفه 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 الرخامه اتكسرت، الرخامه اتكسرت. انا برقت وبصراحه اتضايقت وزعلت جدا. الرخامه بتاعتي بتاعت جوازي، انا بقى لي كام سنه محافظه على حاجتي ياه. بس قلت يلا مش مشكله خير في ده جوز الهند عادي جدا ولا اي حاجه حصلت. بس طبعا زعلت لان الرخامه دي من بتاع جوازي، بتاع الطقم بتاع الصالون، بتاع الرخامه بتاعه التقطيع. لا زعلت جدا بصراحه يعني، بس قلت مش مشكله خير
خير، قدر الله ما شاء فعل، مش مشكله. يمكن الراجل ما كانش راضي عنها وانا واخداها ب 30 جنيه ولا حاجه، بس كده الرخامه هتكلفني كتير، بس يلا خير، ده نصيبها وقدرها، مش مشكله. ما سكتش طبعا، خدتها ونزلت على السجاده بقى بصراحه، وطخ طخ طخ بالبتاع لحد ما طلعت غل البتاع اللي اتكسرت دي فيها، ودغدغتها وكسرتها وطلعت لي الجزء اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي حاجه كده. بصوا كله فدا ان هي كانت مسكره الحقيقه، بصراحه كانت ما شاء الله. طبعا اللي يجيب الجوز الهند ويحاول ان هو يكسره ما يعملوش تاني يا جماعه على رخامه، لانه حتى لو حطيتي تحتيه صينيه لا دي كانت فكره غلط مننا خالص. انزلي على الارض كده على السجاده كمان عشان السيراميك ما يبص منك، وحطي فوقيها كمان فوطه، واعملي عليها بالشاكوش، وهتطلع معاكي زي الفل، وهتتكسر بسرعه جدا يعني، ما تقلقيش. بس ما تعمليش اللي عامله السودا اللي احنا عملناها دي. بس يلا الحمد لله خير، وده قضاء ربنا. هي كان عمرها كده وكده كده كانت هتتكسر، فخلاص نصيب بقى، مش مشكله. هندفع فلوس شويه بس يلا خير، الحمد لله انها جت في الرخامه، ما جاتش في حد فينا، ولا ايد حد اتعورت وبوز السكينه اتكسر، بس مش مشكله. وده الفيديو اللي شفته النهارده، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، ومع السلامه.